اهلا بيك يا بس. اهلا وسهلا بيك. بداية خلينا يعني مصطفى تشرح لنا كده التجمع، تقول لنا تكوينه، ازاي ممكن الفنانين الشبان يشاركوا فيه. وانا بسم الله الرحمن الرحيم. التجمع المصري لمبدعين الشباب هي كانت فكرة على الفيسبوك أول ما بدأنا. يمكن بدأنا بمجموعة صغيرة من الشعراء والفنانين، كان تميزها انهم مش متمركزين في محافظة معينة، كان معانا من كل محافظات مصر. بدأنا نقول ان احنا عايزين ننقل شغلنا لأرض الواقع. بدأنا الموضوع بحملة على الفيسبوك ان احنا عايزين نعمل اول حفلة لينا. طبعا كان صعب جدا ان احنا نعملها في اطار امكانياتنا احنا الضيقة او الصغيرة كشباب بيبدأ حياته، فحاولنا نلاقي ناس تسندنا، رموز، قامات، مراكز ثقافية تسندنا. بدأنا الموضوع يمكن من مركز أحمد بهاء الدين في أسيوط، مركز له قيمته له اسمه، قدر بمجهوداته وبإمكانياته إنه يغطي أول حفلة اللي انطلقنا. وكان تميز الحفلة إنه انطلق من الصعيد، إن كيان ثقافي شبابي ينطلق من الصعيد، ده كان إنجاز لوحده أكتر من إنجاز انطلاق التجمع ده. ليه بقى؟ لأنه يعني في الصعيد ما فيش اهتمام بالثقافة بالفن بشكل عام. مش بمعنى الاهتمام الشعبي. احنا يمكن الصعيد شعبا هو من أرقى الشعوب، من أرقى الناس الصعايدة، من أرقى القلوب اللي ممكن تحس الفن وتوعاه يعني. لكن المشكلة في التركيز الإعلامي، التركيز المؤسسي، التركيز الحكومي على الصعيد مفيش. ودي مشكلة كبيرة جدا بتواجهنا احنا سواء في المؤسسات الثقافية أو في المؤسسات الإعلامية. فاحنا قصدنا ان احنا نبدأ من الصعيد كنوع من أنواع التمرد على يمكن مبادئ معينة، احتكار يعني لمناطق معينة للشو الإعلامي والتركيز الإعلامي أكتر مننا في الصعيد. المواهب للصعيد يمكن أعظم أدباء مصر. الحفلة برضو كانت عبارة عن إيه يعني؟ هل مطربين فقط؟ هل شعراء؟ لا، هي كانت حفلة متنوعة من كل شيء ومن كل المحافظات برضو. يعني احنا قدرنا ان احنا نجيب شعر، نجيب موسيقى، نجيب مسرح، نجيب فن شعبي تحطيب للشباب وللأطفال، نجيب عزف، عود، بيانو، أورج. عملنا خليط جميل جدا. كان في عندنا كمان يعني حفلة أسيوط كان فيها من أول أسوان لحد بني سويف شعراء وفنانين من الشباب عموما. فده كان شيء جميل جدا ان احنا ننطلق بتنوع شبابي من كل المحافظات، تنوع فني كمان. طيب دكتورة نوران، مصطفى دلوقتي اتكلم على الدعم وان هم كانوا محتاجين الدعم. بصفة حضرتك ناقدة وكاتبة، حقيقي في دعم للشباب، مش بس التجمع ده، الشباب بشكل عام، هل في دعم بيشاهدوه او بيلاقوه، ولا الحكاية برضو يعني فردية؟ هو بداية يعني أنا بأكد طبعا على كلام مصطفى إن هم اجتهدوا، وده اللي لفت نظري أنا ونقاد كتير، مش بس دكتور نوران فؤاد، دكتور شريف الجيار رئيس إدارة مركزية في الهيئة العامة للكتاب من برضه تضامن معنا عشان نخرج للشباب باحتفالياتهم الثقافية. والحقيقة إن في دعم بيقدم من خلال الهيئات الثقافية الحكومية من قصور ثقافة لاتحاد كتاب، والدعم في صورة مسابقات سنوية أدبية، الدعم في صورة إقامة احتفاليات. لكن هم كانوا عايزين يتحركوا زي الشباب مع المصطفى، فيهم التمرد وفيهم الحركة الواسعة، عايزين تمتد حركتهم ما يبقوش حركة إقليمية محددة، فحبوا ينتقلوا ما بين المحافظات وبين القاهرة. وأنا تبعتهم بحكم إن موطني يعني أنا جذوري من أسيوط، وأسيوط فيها أقدم حضارة طبعا، حضارة 5000 سنة، حضارة البداري زي ما كلنا عارفين، حضارة تشكيلية جميلة جدا. فأنا حبيت برضه إن أنا أتضامن معاهم، وحسيت إن هم بيبذلوا كل الجهد يعني. فالحقيقة كان عمل يعني شكل التضامن ده يعني اشرحوا لنا برضه كان عبارة عن إيه؟ والله هم حبوا ما يبقوش محددين بمؤسسة ثقافية واحدة زي ما أنا قلت في بداية كلامي كهيئة عامة لخصوص الثقافة أو مسارح الدولة. حبوا ينطلقوا، يعني مثلا لينا احتفاليات في متحف شوقي، لينا احتفاليات كانت في المجلس الأعلى للثقافة، لينا احتفاليات في قصور الثقافة، لينا قصر رود الفرج. هم دايما الشباب حركتهم واسعة،
ودايما احنا بنحددهم. فاحنا نفسنا نطلع من المنطلق ده ويبقى حركتنا زي الشباب، بالذات ان هم بدأوا بمجتمع المتخيل on فيسبوك وبعدين انتقل لأرض الواقع. فالحقيقة ان هم حركتهم أسرع ومحتاجين من المجتمع لهذا، يعني الحركة تبقى أسرع معاهم. هشام، بتلاقي أماكن تقدر تغني فيها وتعزف فيها جيتار، ولا الحكاية مقفولة على سنكم مش لاقيين أي مكان متاح تقابلوا فيه جمهور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أول حاجة أحب أرحب بكل اللي موجودين. في الحقيقة أنا أول بداية ليا كانت في الموضوع ده كان في متحف طه حسين. هو كان أول مكان الحقيقة كان متاح فيه لينا في موضوع الغنى والعزف. أول أستاذ كنت تدربت معاه كان أستاذ إبراهيم حمد، الله يمسيه بالخير. كان راجل بسم الله ما شاء الله، كان تدربني وأنا في سن صغيرة جدا، كان تقريبا في سن 4-5 سنين. فكانت دي بداية نمو الموهبة عندي. عفوا. بالتدريج كان برضو مريت فترة 3 سنين في حياتي، فترة أولى وثانية وثالثة إعدادي. كانت دي الفترة اللي اتمرنت فيها على إيد أستاذ علي إسماعيل. ده الحقيقة عمل طفرة كبيرة جدا في حياتي. يمكن أنا أقدر أقول إن أنا يمكن لولا كان ممكن إن أنا ما أغنيش. ده كان في طه حسين. مظبوط. طيب يعني إحنا يعني قبل ما نكمل كلامنا كده عايزين نسمع 3 سلامات محمد قنديل. اتفضل. 3 سلامات يا وحشني 3 أيام، 3 سلامات يا وحشني 3 أيام، بإيدي سلام وعيني سلام، بإيدي سلام وعيني سلام وقلبي سلام. بعدك يا جميل طول وداول، بعد بيطول 3 أيام يا روح قلبي وانا جنبي حسود وعزول، يقسوني عليك مأساة، ينسوني هواك منساه، يقسوني عليك مأساة، ينسوني هواك منساه، يا مال الدنيا فعنيا، يا مال الدنيا فعنيا، 3 سلامات وشوية 3 سلامات. جميل يا هشام، ويعني هنكمل كلامنا معاك، بس خلينا نسمع سيد، وسيد بيقدم شعر عامية، فاحنا قبل ما نتكلم برضو نسمع. الساكن مش حاسس، انا كلت فيك الفتات وزعجت زعج البنات ومصدرها للطرشة، لا صبري نافع ولا ثورة نافع، الغربة قتلاني وعيالي لسه صغار، بكرة هيبقوا كبار والغربة هي الحل. انا عمري ما خفت من الغربة، اصل اللقوة من الفرقة اعيش جواكي واتذل، شكلي مليين الخوف، ايوه مليين الخوف، خايف على عيالي والله من بعدي، لو كان على نفسي خلاص طمت، واللي يقول لي مصر رح ناكل كل اللي قالوا مصر دول اولاد، ما هو كل اللي ملكينك هو اصل اللي عاشقينك فيكي بلا لازمه، خايف لولدي يحب واشوفه في مرايتي، خايف لجوز بنتي وما اقدر اجهزها، خايف لقرشي يقل وما اقدر اعلمهم، خايف لبكره يصوروا وبيدك اسفنهم، يتمنوا يومها خلاص يبقى الخلاص منهم، وازعج واقول يا قصاص ويقولوا تهمنهم، وتكوني مش حاسه، وتكوني مش حاسه، جايلك ومن قبلي وفي ايديا انا تبني، مستنى اشوف اللي باعوكي وارمي لهم انا تبني، تحرم عليا ايديا تبني،
وانت بدم اخويا تلعب، تحرم علي ايديا تبني وانت بدم اخويا تلعب. لامح شهيد لامح شهيد وسط البلد سواح، ازاي ندوق النوم وهو يوم مرتاح. وبعدها لك يا معمورة رسموك بصورة مكسورة، طب مين تبقي رفع راسك؟ كل ما جاء فيك غيرك تبعديني، علموك تخافي مني وانا اللي حابب لك خلاصك، علموك تخافي مني وانا اللي حابب لك خلاصك. ولو مهما جابوا لي كراي، انت عايزة حد زي، انت عايزة حد جاع، حد مش لابس مناع، حد مش راكن قصور، حد عايش يوم بيوم، حد ملقش وظيفة، حد كاع من الهموم. انت مش عايزة سياسي، انت عايزة حد وافي، انت لازمك حد راجل، حد مش بينا يتاجر، حد مش بيكي يتاجر، حد مش فيني يتاجر، حد زاغ من حجر امه ولسطينك فوق دروسه، حد رغم القسوة منك لسه حبك مالي جوفه. حس بينا كل همي ياللي انت اغلى من ولادي، لو كنت فعلا لسه امي خليني ليلة عليك راضي، خليني ساعة عليك راضي. يا رب نرضى عليها وهي ترضى علينا. سيد قول لي، انت من سوهاج، كلمني على يعني كتابتك للشعر. انت بتكتب بس شعر وطني او سياسي ولا متنوع؟ بداية الشعر كانت زي غالبية الشعراء ومعظمهم التجربة هي اللي ولدت من الشعر. مريت بالتجربة اتولدت فيها ان انا اكتب شعر. كانت البداية في سادة سوهاج، ده كان أكبر مشروع ثقافي على مستوى الصعيد. كان بيقود مجموعة من الشباب اللي هم اتجمعنا في أحداث الثورة في سوهاج. بس للأسف المشروع باء بالفشل بسبب الدعم المادي. بعد كده كنا بنكتب شعر وبنتجمع كأصدقاء زي مصطفى التمساح. فتعرفت على مصطفى، بعد كده عرض علي فكرة ان انضم للتجمع، فعملنا اكثر من حفلة مع بعض والحمد لله دينا لسه مستمرين برضه. بتلاقي ناس بيسمعوك، يعني في ناس في الصعيد بيقعدوا يسمعوا شعر كده، ولا الحكاية برضو قليلة مفيش جمهور؟ لا كتير طبعا بنكتب. ده احنا عملنا حفلات في الجامعة بتاعت سوهاج، كنا بنعمل في المعاهد برضه الخاصة كنا بنعمل حفلات، حتى واحنا قاعدين على القهوة كنا بنقول شعر وبنكتب. فالشعر يعني خصوصا بعد الثورة كان ليه دور كبير في الناس الحمد لله. الحمد لله. بسمة مطربة، وبرضه هتعرفينا عليكي بالغنى الأول. طيب أنا هغني حاجة بخصوص التجمع الجميل ده، حاجة للرائع الجميل سيد مكاوي. بس تردوا عليا. حلوين من يومنا والله وقلوبنا كويسة، بنقدم أحلى فرحة ومعاها 100 نسا. حلوين من يومنا والله وقلوبنا كويسة، بنقدم أحلى فرحة ومعاها 100 نسا. يا ليل طول شوية عالصحبة الحلوة دي، يا ليل طول شوية عالصحبة الحلوة دي. ده الغالي علينا غالي، ده الغالي علينا غالي، ده الغالي علينا غالي، ده الغالي علينا غالي، ده الغالي علينا غالي ولا عمره هيتنسى. حلوين من يومنا والله والله وقلوبنا كويسة. بسمة كويس ان انت جيتي النهارده عشان نسمعك، وعايزين نعرف انت بدأتي تغني فين، و في مكان، في تجمعات معينة بتروحي للشباب في يعني أعمار مختلفة بتسمعك؟ هو أول ظهور كان ليا في الجامعة الأمريكية، كان في مجتمع علمي، وقدمت حتى فقرة من التراث القديم. بعديها بدأ بقى طبعا الانتشار في ساقية الصاوي وفي بيت السمناري والمنتديات بقى الثقافية والعلمية.
واتعرفت كمان على دكتور منال عفيفي، هي أستاذ مساعد بكلية التربية الموسيقية، وهي أنا سمعتها في يعني كانت في بداية تعرفي بيها كان في منتدى الشعر، فلقيتها بتقول كلمات رائعة جدا ورقية. حسيت ان يعني دي كانت بالنسبة لي حتى مفاجأة جميلة، ان انا عرفت انها بتعزف آلة القانون وملحنة الأشعار وبتغنيها، فأنا انضميت ليها وبدأت ان انا اتجه بقى للجزء الوطني، الأغاني الوطنية والأغاني الدينية. هو ده التواجد بتاعي، هدفي برضو الوطني، الديني، الاجتماعي، الثقافي، علمي. دكتورة نوران، يعني رأيك ايه في انه الشباب بيقول دايما انه حاسس ما فيش مكان يغني فيه، ما فيش اهتمام، وانت بتقولي لا في مؤسسات ثقافية بتدعمهم. ازاي ممكن يحصل الالتقاء ما بين الشباب والمؤسسات بشكل عام، وخصوصا المؤسسات الثقافية؟ ازاي ده ممكن يتحقق؟ ازاي ممكن المؤسسات الثقافية فعلا ما يبقاش أجندة كده مكتوبة وكلام على الورق، ولكن في الواقع غير، يجوا يقولوا أصول الثقافة محدش بيسأل فيهم، بتبقى مقفولة، مفيش أي إمكانيات ولا تمويل، أيوة مثلا عروض مسرحية أو غيره. حضرتك أثرت نقطة مهمة جدا، ويمكن احنا دايما متعودين ان احنا نبص لنفسنا من الداخل. دايما كده المجتمع عشان ينفتح على الآخرين يبص من الخارج. يعني في تجارب، أنا كان ليا حظ ان انا كان ليا تجربة في مجتمعات في أفريقيا وفي أوروبا وفي آسيا. فالحقيقة ان المجتمعات في القارات الثلاث يبدأون بالشباب. يعني أنا آخر تقريبا مؤتمر علمي كانت بترأسه شابة في 35 سنة، عندها 35 سنة، عاملة مانجمنت أو إدارة للمؤتمر. فالحقيقة ان انا كنت بستغرب جدا ليه احنا ما نبتديش برضو بالشباب. الشباب عندهم الطاقة، الشباب عندهم القدرة على العمل، عندهم الوقت. يمكن حضرتك عارفة ان احنا كلما بنكبر في شغلنا كلما يبقاش في عندنا وقت، لكن الشاب لما بيتخرج او اثناء فترة الجامعة زي ما بسمة ابتدت، ليه مثلا المؤتمرات والمنتديات الثقافية تبقى يعني حكاية بس عن مؤتمر او عن مسألة ثقافية، ما تتضمنش ليه بالاعمال التشكيلية؟ يمكن احنا دكتور سيد رشاد، هو طبعا عارف الإخوة هنا في التجمع عارفين طبعا الدكتور سيد رشاد. احنا عملنا مؤتمر مثلا في مكتبة المستقبل تم تضمين فيه العمل الشعبي والتراث الشعبي والتشكيلي، علشان يبقى استفادة. زي ما حضرتك لفتت النظر لنقطة مهمة جدا، الاستفادة والتضافر. يعني ليه بس العمل يبقى علمي، ما يجمعش ليه بين العمل التشكيلي والعمل الموسيقي؟ ده هيضفي جو من الرحابة على المجتمع، وهيكون فرصة للعمل الشبابي، وهيكون المنظمات الحكومية تشتغل إلى جوار العمل الأهلي. فهي فعلا يعني محتاجة إعادة نظر في الأجندة زي ما حضرتك لفتت النظر في بداية الكلام فعلا. مصطفى، أنت اتكلمت عن يعني التجمع، لكن أنت أساسا شاعر، فإحنا عايزين نسمع شعر ليك. ممكن هشام تعزف جيتار وهو خلفية موسيقية بس كده، حاجة لذيذة يعني، ولو حاجة سلو كده سلو سلو خالص. من تاني راجع لملم الضيل متبعتر على وش الرصيف. احساس مخيف انك تكون موجود في كون وجعان بتحلم بالرغيف. عفيف هواكي راسم ميدان وأدان على دم الشهيد، وعجوز على السكة وحيد مشاور بإيد لبعيد على قبر الحسين ومتعكز بإيد. شديد دراعه يلي باعوا ملامحك الحلوة بسوق النفسين. ضنين تلاقي جوا منا كره ليكي، برغم اللي شفناه بين ايديكي. لسه طعم النبض عايش والحنين من تاني راجع. جميل جدا، ومع العزف كمان وفرصة الجيتار. الجيتار خلاص هو موجود، فانت ممكن تغني وتعزف كمان. مش أي مشكلة. في أغنية وطنية لحمزة نمرة كانت اتعملت بعد أحداث بورسعيد، لسه العب اوعدوني.
لفيت كتير خفت المصير اللي انتهانوا ناس كتير ألقاها ناس في الدنيا ليه دايما نهاية محزنة. لفيت كتير خفت المصير اللي انتهانوا ناس كتير ألقاها ناس في الدنيا ليه دايما نهاية محزنة. جوايا خوف من كلمة الظروف تبقى طريق للوحدة تذلنا. اوعدوني تبقوا جنبي تطمنوني. اوعدوني مهما كان مش هتسيبوني. اوعدوني تبقوا جنبي تطمنوني. اوعدوني مهما كان مش هتسيبوني. يوم ما اروح والدنيا تداريني والوحدة تناديني زوروني مرة كل عين اشوفكوا حتى من بعيد. اوعدوني. بسمة بالمرة بقى تغني. حسيت بحاجة أي كده ينفع مثلا تغني أغنية عزيزها ولا لا؟ لا يعني طب خلاص يبقى هيبقى اتفضلي. حاجة مختلفة شوية. اتفضلي. هغني حاجة للجيش المصري جميلة جدا. رجالة وطول عمري ولادك يا بلدنا رجالة وغلاوتك يا بلدنا والله مش محتاجة قوالة. رجالة وطول عمري ولادك يا بلدنا رجالة وغلاوتك يا بلدنا والله مش محتاجة قوالة. ده النيل الأسمراني فارد عالشط أناديله والمصري سكته محروسة بقرآنه وإنجيله. سحابة وندهت للشمس قومي طلي على الوادي. شوفي مصر الفعرانة في وادي والعالم في وادي. سحابة وندهت للشمس قومي طلي على الوادي. شوفي مصر الفعرانة في وادي والعالم في وادي. المصري في الوادي الأخضر كان سابق زمانه يتمشى في مزارع قمح وجناين رمانه. المصري في الوادي الأخضر كان سابق زمانه يتمشى في مزارع قمح وجناين رمانه. رجالة وطول عمري ولادك يا بلدنا رجالة وغلاوتك يا بلدنا والله مش محتاجة قوالة. جميل. ويعني رجالة مصر يعني ما شاء الله عليهم. ربنا يحميهم. سيد، عايزين نسمع شعر كمان. انت بس بتقول شعر يعني دلوقتي سياسي وطني لكن رومانسي. بتقول في البدايات كان كده. طيب عايزين نسمع. اسمها ليالي. عمري طب لا استنى بس. ايوه بجري يعني اشمعنى مصطفى يعني؟ انا مش عارف. ليالي. عمري فيني مكان على البال. كنت انا بعشق وارجع انسى. كنت انا عاشق للترحال الا في عشق البت ليالي. يا دي حكاية وقف الحال. ليالي حكاية مليها قرار. ليالي اتخلقت للموال. كنت اعشقها واموت في حلقها هو ونازل تحت الاشر. لجل الرقبة ما زي قزاز. الله. كان يلزم تلبس عقد. لما بتبعد كنت بموت. لما تجيني بتوه في القرب. ليالي دي كانت أول حب. كانت دايما لما تقول محلى القول عيني عليها وإيدي في جيبي وإيدي التانية تكون على الخلف. كانت تسأل أنت عاشقني؟ كنت أنا بكذب. كانت تهبشني تقول لي أمانة تقول الحق. وصل الحق إني مفيش غير واحدة ليالي ملك الفكر وشغل البال. وإني مهما عشقت أنا غيرها
كانت هي كل العشق، كانت عندي زي نجاة، مهما غنت غيرها بنات ولا في غيرها هز القلب. كانت عزوة وكانت فرحة، يا ما عنت الدنيا معاها وتار الدنيا مليها العند. كنا بنفرح وقت الناس ما يكونوا نيام، كانت تسهر في البلكونة لحد الصبح رغم الخوف، كانت الليلة تفوت بسلام. يا ما سهرنا ليالي طوال، يا ما حلمنا نجيب ولدين قيس ونزار، كان الحلم يدوب على القلب، حلم غلابة دار بتقفل بابها علينا ولقمة هنية وراحة بال. رغم الطيش الواضح فينا كنا بنحلم زي كبار، لكن أهل البت ليالي كانوا في عيني كتير صغار. لما نجيت وطلبت اليد كان الرد بكلمة ونص، لما تخلص فرحت هي، ولما بتفرح تبقى الفرحة مراضية تخلص. ولما عرفوا حكايتي معاها شبعت يومها سب وضرب، جتني رسالة وكان معناها كسر ميدها ولادي، وارسم لوحة وعيش جواها لما تحس بشوها وخوف. اوعى الحزن يعيش جواك، وان الليلة جاني عريس ومن الليلة رايح انساك. بعدت هي ورغم البعد عمري ما جبت عليها الذنب، بعدت هي ورغم البعد لسه بشوف في عينيها العشق. لو معدي تحت البيت بحس وجعها بيزعق زعق. كل بلدنا حس بدينا، قالوا صاحبنا ده عامل قيس، حتى عريسك سموه ورد. يا دي الغل هتبقي ليالي مهما بعدتي، هتبقي عايشة في الموال، وإني مسير اتجوز بعدك، بس في عشقي هتبقي لوحدك واقفة الحال. الله. يعني سيدة انا هفضل على طول الفقرة دي زعلانة ولا ايه بالظبط؟ يعني مش كده خالص. مفيش اي حد يقول لي حاجة مفرحة. طيب كفاية عليك الغنى. مع الغنى يوم الغنى ايه يعني؟ يعني ده الغنى ده بداية الحزن كله. طب يعني هنسأل الدكتورة نوران وبعدين نشوف بقى تغنوا اي حاجة مع بعض. دكتورة نوران بس عايزة اعرف نصايحك اللي دايما بتوجهها للشباب، يعني هل اساسا بيتقبلوا فكرة النصيحة ولا لا؟ يعني ايه النصيحة دي؟ يعني مفيش حاجة اسمها كده، احنا عارفين واحنا فاهمين، او سيبونا نعمل اللي احنا عايزينه. بالنسبة لمصطفى ولا بالنسبة لا بشكل عام. هو الحقيقة ان انا اتعودت ان احنا نتجادل مع بعض، لان اي ده على مصطفى لازم الرأي والرأي الاخر. يعني احنا طول النهار نتحدث كده في الاعلام وفي الاذاعة وفي التلفزيون وفي الصحافة عن الرأي والرأي الاخر. الرأي والرأي الاخر يعني نتقبل بعض بكل اختلافاتنا ونتقبل بعض بحب. فالحقيقة ان احنا دايما نتناقش كده حتى في الاماكن اللي بيتم تنظيم فيها فعالياتنا الثقافية. زي الفعالية هتبتدي زي ما احنا عملنا في البرنامج النهاردة، مين اللي هيتكلم، ودايما احنا نجدد. يعني احنا حريصين ان الضيف ما يبقاش ضيف لأكتر من مرة، عايزين نغير، يعني نبتدي بأنفسنا. دايما التغيير يجي من الناس. فاحنا بنبتدي ان احنا بندمج كتير جدا في فعالياتنا، بنقنع ناس. يعني ساعات لما اقول للشباب هم الموجودين يجوا يقولوا طب مين اللي هيتكلم، الاسماء ايه، اقول لهم كلنا ابتدينا صغيرين، كلنا ابتدينا لينا بداية طريق، وبعدين بعد كده الاسم بيكبر. لو احنا ما ساعدناش الشباب واخدنا بايديهم يكبروا خطوة بخطوة، يعني هم سر المجتمع. يعني كلام جميل. يعني حضرتك المفروض طول الوقت تقوليه، لانه في نبرة كده وصوت عالي انه لا الشباب وهجوم على الشباب. يعني الحقيقة يعني كلامك محفز وبيدي للشباب دفعة بينور كده أهمية الشباب ويوضح أهمية الشباب في مجتمعنا ايه. طبعا، لان انا زي ما قلت قبل كده حضرتك ولفت الانتباه ان احنا لنا تجارب خارجية. فكل المعسكرات الدولية الانترناشونال، حتى معسكرات رياضية، يعني انا سابق وكنت عضو برضو في معسكر ويلسون للباسكت بول برضو في سويسرا في جنيف، في بلد صغيرة قوي اسمها زوفن. بزوفن عاملين حوائط للشباب عشان يكتبوا عليهم انطباعاتهم. بلد صغيرة زي أصغر قرية عندنا. فالحقيقة ان انا كل ما بسافر بتتولد جوايا أمنية ان انا ارجع اطبق ده هنا. بيبقى في صعوبات طبعا، بس احنا بنحاول قدر المستطاع. كلنا بنحاول، ونشكركم جدا على وجودكم معانا. احنا هنختم الحلقة بأغنية تقدموها مع بعض، يعني هتكون هي دي ختام الحلقة. وبنشكركم، وإن شاء الله نتقابل مرة تانية بشعر مفرح وكلام مبهج وأغاني مبهجة.
ونسمع مع بعض. شكرا ليكم. طيب يلا حضر الجيتار. اتفضل. حابب يلا خلاص نقول عشان احنا التترات هتنزل. طب قول انا هديها لك انت، انا عايزك تكتب انت بقى. اختم انت يعني. على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم، انا مع عيوني عليك سألوني وياما بتألم، وبخاف لا تصدق يوم للناس واحتار، واوصف للناس الجنة وانا في النار. غالي عليا وضيع عينيا، ارحم عذابي معاك.